في صباح مليء بأشعة الشمس الذهبية وأصوات الطبيعة المتناغمة، ولد في عائلة من العصافير طائر صغير أطلق عليه اسم أمل. كان أمل طائرا مختلفا قليلا عن باقي إخوته، فرغم صغر حجمه ورقة جناحيه إلا أن عينيه كانتا مليئتين بشيء خاص، رغبة عميقة في التحليق عاليا والتجول في العالم. لكن التحديات بدأت منذ اللحظات الأولى. بينما استطاع إخوته تعلم الطيران بسهولة، كان أمل يتعثر كلما حاول القفز من الغصن أو رفرفة جناحيه. كان والده دائم التشجيع له قائلاً: لا تقلق يا صغيري، كل شيء يحتاج إلى وقت وجهد، فقط تذكر أن الإرادة هي البداية. وذات يوم قرر أمل أن يحاول مرة أخرى وحده. في فجر اليوم التالي، حين كانت العائلة ما زالت نائمة، نظر إلى السماء الواسعة وتذكر كم حلم بالصعود إلى هناك. وقف على طرف الغصن، قلبه ينبض سريعاً، ثم قفز، لكنه سرعان ما وجد نفسه يسقط نحو الأرض. لكنه لم يستسلم، حاول مجدداً ومجدداً. أيام وأسابيع مرت، وأمل يواصل التدريب، يسقط ثم ينهض، وفي كل مرة يسقط كانت عيناه تشعان بتصميم أقوى. تعلم من الرياح، من ميل الأشجار، حتى من الأصوات التي تدله على الاتجاه. وذات يوم، وبينما كان جالساً على قمة شجرة بحافة الغابة، شعر بشيء مختلف. رفع جناحيه بروح الحلم ورفرف بهما بقوة. فجأة بدأ يتحرك في الهواء، ارتفع قليلاً ثم أعلى فأعلى، والرياح تسنده كما لو أنها تحتفي بإنجازه. طوال ذلك اليوم طار أمل بلا توقف، رأى قمم الجبال، جداول المياه، والأفق الذي لطالما كان يلوح له من بعيد. عرف حينها معنى الحرية، لكنه أيضاً أدرك قيمة الصبر والمثابرة. عاد إلى عائلته مع غروب الشمس والفرح يملأ قلبه. لقد أصبح طائراً حقيقياً، ومنذ ذلك اليوم أصبح أمل رمزاً في الغابة. كل طائر صغير يواجه تحدياً ينظر إليه كمصدر إلهام. كان درس أمل واضحاً للجميع: قد تكون رحلتك مليئة بالصعاب، لكن الأمل والعمل هما جناح النجاح.